انا تعبت من فكره كل يوم اتكلم مين العبقري اللي عمل عقد تورب. خد الجديده بقى، خد الجديده اللي لسه عارفينها. العبقري والله مش عارف اجيبها ازاي. يعني في حاجه يا جماعه انا نفسي اقعد معاه. اللي عمل عقد تورب قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه؟ هقول لك ايه في البدايه بقى كده نكمل عشان الحلقه دي جامده جدا. قال لك ان مش من حق الاهلي، بص، مش من حق الاهلي يتفاوض مع اي مدرب في وجود ترب. قال لك لو ترب سمع بس او شاف وتاكد ان الاهلي بيتفاوض مع مدرب، هيطلب من الاتحاد الدولي للفيفا عقده كامل. هو ممكن ما يكملش معانا، يطلب عقده كامل لو سمع بس او شاف كده. الاهلي بعت مثلا رساله على الواتس للمدرب بقول لك ايه انت تيجي تبقى فاهم. انت لو شاف دي وثبت دي ياخد عقده كامل. مين العبقري اللي عمل النقطه دي في العقد؟ مين العبقري الجينيوس اللي حط البند ده في العقد؟ انا قلت لك اللي عمل عقد طرق ده واحد عاوز يقفل النادي. ده واحد عامل عقد وحاجات ان هو يخرب النادي. هنتكلم يا برنس في حلقه النهارده على حاجات مهمه جدا وحاجات ناريه ناريه. واصحى معايا يا ابو الاغرام، اصحى معايا يا غريمي. تمام. ولكن في البدايه كده ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد. عندك في التعليقات صلي على سيدنا محمد. على سيدنا محمد، ما تبخلش علينا بالصلاه على النبي يا برنس. واخبط اللايك، اخبط اللايك، اعمل لايك حالا. انزل بالله عليك انزل تعمل لايك دلوقتي كده معايا. نوصل الفيديو ده ل 1000 لايك، ل 1000 لايك. وتعالى بقى، تعالى بقى نتكلم. لما اجي ابص واسمع في بدايه الحوار بتاع ترب، قال لك جايب عقد مدرب ان هو هياخد عقده كامل. قلنا يا عم ماشي، عملناها قبل كده ولسه ايه عايشين في مشاكلها. قلنا ماشي خلاص، نقطه اغلطناها. قال لك الجديده، قال لك ما ينفعش انك تفسخ معاه التعاقد الا مع بدايه الموسم الجاي. ما ينفعش انك تفسخ مع ترب التعاقد الا في بدايه الموسم اللي جاي. قلنا طبعا نحلها ازاي؟ طب من هنا لهنا هنتكلم مع الراجل. قلنا ماشي. امبارح خد الجديده، ما ينفعش الاهلي يتفاوض مع مدير فني طول ما هو موجود ترب. اللي عمل العقد ده عاوز ايه؟ الراجل امبارح في المؤتمر الصحفي قال لك ايه؟ طلع فرش الملايه. الراجل طلع فدق قال لك خلاص هو مش بقى الحاجه يا جماعه. هو خلاص الراجل هو شطب كوره، هو بطيخه طلعت قرعه. تمام. الراجل في المؤتمر الصحفي قال لك ايه بالظبط؟ قال لك يعني ترب قال لك يحمل سيد عبد الحفيظ وياسين منصور. قال لك هم المسؤولين عن صفقات يناير. قال لك مش هم دول، ما جابوش الحاجات اللي انا طالبها. الراجل طلع يا باشا وقال لك كده. قال لك مش هم. وطلع سلم عادل مصطفى. قال لك عادل، بص ده واحد عاوز يعمل مشاكل. قال لك عادل مصطفى ده المدرب المساعد الثالث وهو موجود معاه في الجهاز عشان يكسب خبرات. وهو اساسا المفروض كابتن عادل مصطفى ده موجود معاه في الجهاز عشان يفهمه الدنيا ماشيه ازاي. ماشي. فانت بتتكلم على مدير فني ضايع، مدير فني ما تفهمش دماغه رايحه فين، مدير فني تايه. ترب من المدربين الكوارث اللي جت مصر. ترب مدرب كارثه، مدرب كارثه بكل المقاييس. مدرب ما يستحقش ان هو يكون موجود في الاهلي. واللي عمل العقد بتاعه ده يتحاسب يا جماعه. ما دي مش بنود تعاقد، دي مش بنود تعاقد دي. يعني دي كده مش بنود تعاقد. مثلا نجيب تعاقد بنقعد مثلا نتكلم نتفق انت لو عملت كذا فهيبقى في مثلا بونص كذا، انت جبت البطوله كده. دي مش بنود تعاقد يا باشا، ده اسمه نكش فراخ. اسمه نكش فراخ عشان تبقى فاهم. يعني كل اللي حصل ده نكش. واللي عمل العقد ده كارثه. انت الموسم ده انت ضاع منك بسبب انك مش معاك مدير فني كويس. مش معاك انت تقعد بص كارثه كارثه. اركنهولي على جنب، اركنهولي. ماشي. اقطاي عبد الله لاعب نادي انبي طلع بتصريحات امبارح وسيف زاهر بيساله، بيقول له مين هو اشرس جمهور لعبت قصاده؟ قال لك كده جمهور الزمالك.
قال لك جمهور الزمالك هو اشرس جمهور شفته. جمهور الزمالك من بدايه المباراه لنهايه المباراه ما بيسكتش. قال لك وخلي بالك مش هو لوحده اللي قالها، برضو عندك قطه بتاع بيراميدز ومش عارف مين تاني. قال لك كل الناس تقول لك اللعيبه اللي بتبقى موجوده في الملعب المنافسين اللي ضد الزمالك كلهم بياكدوا لك على النقطه دي. قال لك وكلهم بيقول لك الجمهور الاهلي مش بنفس الشراسه بتاعت جمهور نادي الزمالك. كنا زمان يا ابني، كنا زمان يا ابني تشهد الكوفيه دي، تشهد الكوفيه دي بقى لها سنين معايا، بقى لها 13 يعني 13 14 سنه الكوفيه دي. يا ما رحت بقى التتش، فاهم الكوفيه دي ماشي، كنت جايبها ب 20 جنيه من قصاد النادي الاهلي، فانا معلومه كده سيبك منها ماشي. بس الفكره يا اسطى، النقطه اللي بكلمك فيها، احنا ابتدينا في قصه الجمهور نشوف جمهورنا بيحضر، ومش من عوايدنا في الموسم ده، لان من بدايه الموسم لو جيت بصيت على جمهورنا ما بنحضرش بالكثافه في المباريات كلها، تمام. وكان الناس تقول لك انتوا جمهور مناسبات، انتوا جمهور مش عارف ايه، كل الكلام ده. بس الفكره كلها انك شفت الجمهور بتاع النادي الاهلي كان موجود في مباراه انبي شراسه، وكان موجود في مباراه الزمالك. فانت بتتكلم على ان نادي الزمالك فكره جمهوره والوايت نايت في موضوع الجمهور منظمين، بيعملوا دخلات، الكلام ده كله طول الموسم بيعملوا دخلات والكلام ده. الاهلي انا نفسي بجد موضوع الجمهور، بتمنى من الاداره في موضوع الجمهور نظبطها شويه، نظبط فكره الجمهور. فكره الجمهور دي حاجه مهمه جدا، انك يكون حاضر جمهورك في كل المباريات وكل الكلام ده كله، لانك فعلا الاهلي محتاج جمهور، محتاج اللعيبه تسمع، اللعيبه لازم تكون في ودنها كده على طول الجمهور ماشي. فهنشوف. عندك برضو نادي الزمالك هيطالب بحكام اجانب في مباراه سيراميكا، ده الكلام اللي طالع في الساعات اللي فاتت بعد المباراه. وخلاص يعني سيراميكا اللي في ايديه يحدد مين بطل الدوري، نادي سيراميكا اللي في ايديه يحدد مين بطل الدوري، هل هيكون نادي الزمالك ولا هيكون نادي اخر. قلت له يعني الاهلي حسبة بيرما، يعني انت فاهم، انت تجيب ورقه وقلم وآلة حاسبه، الاهلي يكسب المصري، بيراميدز يتعادل او يخسر، الزمالك يخسر في حسبه. وانا قلت لك الزمالك مع معتمد جمال هينزل يا باشا خطه علاء عبد العال، اركن 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 اركن، انا مش عاوز حاجه تاني من الماتش. وخلي بالك يعني عمر عبد الله مع ابراهيم فايق امبارح قال لك نقطه مهمه جدا، قال لك معتمد جمال عرف طبيعه الدوري المصري، وعرف ازاي كيفيه ان الدوري المصري ازاي بيتلعب، تمام. وجاب احصائيات مهمه جدا، قال لك نادي الزمالك لما بيكون معاه الكوره ما بيعرفش يعمل بيها حاجه. نادي الزمالك في الماتشات اللي بيكون مستحوذ فيها اكتر الزمالك ما بيكسبش. قال لك تعالى بص، جاب لك احصائيات كل الماتشات اللي كسبها الزمالك، قال لك كل الماتشات اللي كسبها الزمالك هتلاقي احصائياته مش مستحوذ بالكوره، تلاقي اي فريق قصاده بيكون مستحوذ بالكوره اكتر. انت في ماتش المصري نادي الزمالك نسبه استحواذه كانت حاجه و30%، بس كسبان 4، هو عنده فعاليه اكتر على المرمى. عندك في ماتش بيراميدز كان بيراميدز هم اللي معاهم الكوره، بس هو راح بكوره خلص. ماتش مش عارف شباب بلوزداد، تمام، راح بكوره خلص وكان هم عندهم الاستحواذ. قال لك اما في ماتش الاهلي فهم الزمالك بيلعب ازاي، فالاهلي وقف قال للزمالك خد يا باشا الكوره اهي، اعمل اللي انت عاوزه. فهنا الزمالك اتزنق، لان نادي الزمالك القايمه بتاعته بشكل كامل، نادي الزمالك ما عندوش فكره الحلول اللي تنزل في ارض الميدان على ان هم يعني يشاركوا او ان هو يحل ازمات في موضوع لو فرقه قصاده بتلعب تكتلات دفاعيه، ما عندوش الحلول، ما عندوش الادوات اللي يقدر يستخدمها من اجل حل الازمات دي. فمعتمد جمال من الناس اللي بتعرف تلعب على فكره التحولات، التك تك بام 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 روح. فانت بتتكلم على القصه دي مهمه جدا. فالزمالك عرف
ومعتمد جمال باللغه كده يقول لك عرف من اين تاكل الكتف، فانت ناكلها منين دي؟ عرف اخطف هنا العب عليها. وده بالمثل يقول لك ايه؟ اللي تلعبه اكسبه. قال لي انا بكسب، انا هعملها دي يا باشا، انا ايه اللي بتكسبني؟ فانا اكمل عليها. فدي نقطه كويسه وعرف بيها معتمد جمال. معتمد جمال في تصريحاته قال لك انا بتمنى ان كل الانديه في الدوري المصري تلعب بنفس الروح والعزيمه التي نشاهدها ضد الزمالك. قال لك كده بالنص في المؤتمر الصحفي. معتمد جمال يا جماعه من المدربين، الناس قالت لك في الزمالك الدوري ده هيبقى اسمه دوري معتمد ودوري بزيره، الاثنين اللي عملوا الفرق. ولكن انا بقول لك ضيف عليهم عدي الدباغ. عدي الدباغ من المهاجمين اللي بتعرف تبني عليهم الخطه كويس. نادي الزمالك عرف فكره، ما عندوش ادوات كتيره ولكن عارف ازاي. معتمد لما جه مسك الفرق عرف ازاي يطلع من الناس دي، يضربوا كده في الخلاط، يطلع احسن ما فيهم، خلي الناس دي ازاي تلعب صح. قال لك خلاص، شفت اللي بيقول لك انا مقطع بطاقتي، انا داخل يا باشا مش باقي على الدنيا، مش باقي عليها، انا هعمل اللي انا عاوزه فيها. فانا خسرت كسبت بتاع الزمالك النهارده يا جماعه جاله ايقاف القيد ال 16، هي مش فارقه معاه، هي مش فارقه 16 من 15 من 4، هي كلها شبه بعض. انا بايعها، اجيب دول انا بايع. تمام. كل مره ولا فتره الزمالك قدامه 30 يوم على حل فكره ازمه القيد. 30 يوم ايه؟ شيل 8 النهارده كام؟ 8 شيل 8 بتاع قدامه سكه يعني 22 يوم 21 يوم على حل مشكله القيد. انك لازم في الاتحاد الافريقي ما يكونش عليك فلوس لموضوع الايه، القصص دي كلها. تمام. عندك يعني ممدوح عباس هو يتحمل، او هو يتحمل فكره ان هو يجيب طاقم تحكيم اجنبي لمباراه الزمالك وسيراميكا. مالك هو اللي هيتحمل الموضوع ده. تمام. عندك برضو موضوع امام عاشور، لسه ما فيش حاجه رسميا بس الاهلي اعلن رسميا اصابه مصطفى شوبير. يعني ربنا يشفيه يا رب، عشان هو الموسم انا والله بحب مصطفى ونفسي بجد يعني قبل كاس العالم، يا رب ان شاء الله يرجع بس كده عشان هو بجد يستحق بجد مصطفى. عندك امام عاشور ربنا يا رب كده تكون خفيفه. قال لك في اخبار طالعه ان الاشاعه اثبتت سلامه امام عاشور من اي رباط صليبي. يا جماعه سواء انت بتحب امام او بتكره امام او اي حاجه، ما تتمناش لاي حد ان هو يجي له حوار اصابه بجد. الاصابه دي يا جماعه بتزعل، زعلان منه يا عم في الكوره بتاع، بس مش فكره. انا بستغرب من الناس اللي هم بيقعدوا مثلا يدعوا على لاعب، يقول لك يا رب يتصاب، يا رب يجي له رباط صليبي، يا رب يا رب. ما ينفعش، ما ينفعش بجد. فان شاء الله امام عاشور يكون سليم، ان شاء الله يرجع احسن من الاول، نشوف قصه اصابته دي بالتفاصيل باذن الله. وصلنا لغايه نهايه الحلقه، ما تنساش انك تنزل تعمل لايك حالا بالا فعلا، وصلي على سيدنا محمد، وسلام يا ابو الاغرام.